السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم فرح في قناة غسالة أستيس دو غرامير. اليوم إن شاء الله عندنا الوصفة جديدة اللي هي خبيزات صغار أو هادو لي بتي بان أو بريوش. هادو الخبيزات الرائعين كما راكي تلاحظي يجو خفاف بزاف ويجو مرقين من الداخل ويلأمو بزاف في شهر رمضان وخاصة في السحور، ويلأمو كذلك لما نمدوهم لأطفالنا في أيام رمضان. إن شاء الله هذه الوصفة تعجبك وتنال رضاكي. والآن نبدأ بإعطائك مقادير الوصفة. إذا لازم لنا 2 كوب من الدقيق الأبيض أو الفارينة، نستعملو هذا الكوب العادي اللي نديرو فيه الماء. وعندنا كذلك 1 كوب من الماء دافئ كما كتلاحظي كوب غير مملوء. عندنا كذلك نصف ملعقة من الملح، وأيضا عندنا 4 ملاعق كبيرة من حليب البودرة. نستعمل الملعقة بهذا الشكل. لازم لنا كذلك ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية و3 ملاعق كبيرة من السكر. نستعمل الملعقة بهذا الشكل. وعندنا أيضا حبة من البيض للعجينة وحبة للدهن، وملعقة كبيرة من الزبدة أو 40 غرام زبدة. الآن نبدأ بطريقة تحضير الوصفة. في إناء نضع 1 كوب غير مملوء من الماء الدافئ، ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة تكون بهذا الشكل. ونضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونقوم بمزج الخليط. الآن نضيف 4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة تكون بهذا الشكل. ونمزج الخليط. نمزج الخليط جيدا. والآن نضيف بيضة كاملة، ونستمر في مزج الخليط جيدا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض. والآن نضيف الكوب واحد من الدقيق الأبيض أو الفارينة، ونستمر في خلط هذه المكونات. ونخلط جيدا. نخلط بهذه الطريقة حتى يدخل الهواء إلى هذه المكونات. والآن نضيف الكوب الثاني من الدقيق الأبيض. والآن نستعمل الأيدي ونضيف نصف ملعقة كبيرة من الملح، ونستمر في خلط كل المكونات مع بعضها البعض. حتى نحصل على عجينة متلاصقة. هي طريقة سهلة، لكن كل ما يجب عليك هو اتباع كل الخطوات حتى ينجح معك هذا البريوش أو هذه الخبيزات. ونخلط هذه العجينة بهذه الطريقة، أي نقوم بخبط العجينة بهذه الطريقة حتى يدخل فيها الهواء وتعطينا خبيزات تكون خفيفة. بهذه الطريقة نستمر بخبط العجينة لمدة 3 إلى 4 دقائق. والآن بعد انتهاء من خبط هذه العجينة، الآن نقوم
هذه العجينة في صحن آخر ونتركها حتى تختمر مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها، ثم نعود إليكم إن شاء الله. الآن بعدما تضاعف حجم العجينة نقوم الآن بعملية العجن أو الدلك. نضع أولا قليل من الدقيق، ثم نضع قليل من الدقيق فوق العجينة حتى نسهل علينا عملية الدلك، حتى لا تتلصق العجينة في الأيدي. فنقوم بهذه العملية، أي بدلك العجينة جيدا لمدة 5 دقائق أو أكثر. بهذه الطريقة استمري في دلك العجينة مع إضافة قليل من الدقيق. والآن بعدما قمنا بدلكها مدة تتراوح بين 5 دقائق أو أكثر، الآن نضيف الزبدة الطرية بهذا الشكل، وندخلها جيدا في العجينة. والآن نقوم بعجنها مرة أخرى، هي كذلك مدة 5 دقائق أو أكثر. حتى نتحصل على عجينة طرية وخفيفة. بهذا الشكل قومي بعجنها أو دلكها، وإذا استلزم الأمر أضيفي قليل من الدقيق. هي طريقة سهلة وبسيطة، فقط اتبعي الخطوات. الآن بعدما قمنا بعجن هذه العجينة لمدة تتراوح 5 دقائق، سنتحصل في الأخير على هذه العجينة الطرية والخفيفة. نعمل لها كرة بهذا الشكل، ونبدأ بتحضير الصينية. نعمل الزيت أو قليل من الزيت في الصينية. والآن نبدأ بتشكيل الخبيزات. أولا نبدأ بعمل حربوش بهذا الشكل، ونقوم بتقطيعه إلى 3 قطع متساوية. الآن نقوم بعمل حربوش لكل قطعة بهذا الشكل، ونقوم بتقطيعها أو تقطيع كل حربوش إلى 5 قطع متساوية حتى نحصل في الأخير على 15 قطعة تكون متساوية. نقطعها بهذا الشكل إلى 5 قطع، ونعمل نفس الشيء بالنسبة للقطع الأخرى، ونعود إليكم إن شاء الله فيما بعد. الآن بعدما تحصلنا على 15 قطعة متساوية، الآن نبدأ بتشكيل كل قطعة لوحدها. نبدأ ببسط كل قطعة بهذا الشكل باستعمال هذا الحلال أو هذه القطعة الخشبية. ثم نقوم بلوي هذه العجينة على نفسها. نفس الشيء بالنسبة لكل القطع الأخرى، نقوم ببسطها بهذا الشكل باستعمال هذه القطعة الخشبية، ونقوم بلويها على نفسها
حتى في الأخير نحصل على خبيزات تكون مورقة. ونكمل هذه العملية مع كل القطع، ثم أعود إليكم فيما بعد. الآن بقت لي هذه القطعة الأخيرة، نقوم بلويها على نفسها. والآن نقوم بوضع كل القطع في هذه الصينية بهذا الشكل. يعني هذه الكمية اللي استعملناها دير لنا 15 قطعة. والآن نقوم بتغطية هذه الخبيزات بورق شفاف حتى لا يتسرب إليها الهواء، ونقوم بوضعها في مكان دافئ وحتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم نعود إليكم فيما بعد إن شاء الله. الآن بعد ما اختمرت كل الخبيزات، الآن نقوم بدهنها. أنا استعملت صفار بيضاء مع قليل من القهوة، ونقوم بدهنها. ما تنسيش مسبقا تكوني سخنتي الفرن على درجة حرارة 200 درجة، ونضع هذه الخبيزات لتطهى في الفرن مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة، ثم نعود إليكم فيما بعد إن شاء الله. ها هي الخبيزات نتاعنا نتاع اليوم، خبيزات صغار أو لي بتي بان أو البريوش قد وجدوا. الآن نريكم وحدة من هذه الخبيزات، هي راهي مازالت سخونة، يعني الآن نحيتها من الفرن. كما ترين الخبيزات تجي بهذا الشكل، تجي خفيفة بزاف وتجي مورقة من الداخل، وتجي كذلك خفيفة مثل القطن. إن شاء الله الخبيزات نتاع اليوم يكونوا عجبوك. إن شاء الله ما تنسيناش بدعم القناة بالاشتراك وبتفعيل الجرس، وإن شاء الله نتلاقى في فيديو ماجي إن شاء الله، ومع السلامة.